الوقفه ديال اليوم جات من بعد الاجتماع ديال فاس في فبراير 2012. قررنا تحديد اولويات في الملف المطلبي وبعد طلبات استماع للسيد وزير الصحه اللي ما جاوبناش على 3 طلبات ديال الاستماع من اجل فتح الحوار اللي كينص عليه الدستور الجديد للمملكه. يعني قررنا اننا نوصلوا الصوت ديالنا عن طريق خطوات وبرامج نضاليه مسطره ومحدده مع التصعيد ديال هذه الخطوات ان لم تتم الاستجابه لهنا. اول حاجه قررنا نبداو بها وهي وقفه احتجاجيه سلميه. كافه كليات الطب والصيدله في المغرب كانت وقفه وطنيه في نفس الوقت عندها نفس الاهداف وهي الدعوه لتحقيق نقاط الملف المطلبي. ان شاء الله احنا مازال مستمرين في النضال ديالنا في المسار النضالي ديالنا. كنقولوا الا ما استجبش لنا السيد وزير الصحه وما فتحش باب الحوار من اجل تحقيق المطالب فاحنا غنقوموا بالتصعيد وغادي نوقفوا ان شاء الله السيمانه الجايه في المراكز الاستشفائيه الجامعيه اضراب لمده يوم واحد مع تنظيم وقفه احتجاجيه. اضراب كنستثنيو منه المستعجلات والمراكز ديال الانعاش. والاسبوع الذي يليه ان لم تتم استجابه وفتح الحوار سنرفع الاضراب في خطوه غير مسبوقه على الصعيد الوطني الى مده يومين مع مقاطعه الدروس النظريه لمده يوم واحد. وفي حاله عدم الاستجابه غادي ان شاء الله نديروا غريف في المصالح الاستشفائيه وغادي ننزلوا الوقفه احتجاجيه امام وزاره الصحه نهار 10 اكتوبر 2012.